والزميل عمر مشهداني الصحفي في التلفزيون العربي ينضم إلينا الآن. مرحبا بك عمر. بداية نبدأ بالرقم الأبرز، 44 مليون تقريبا، هذا الرقم صباح اليوم. الآن يبدو أن الرقم ارتفع إلى 44 مليون من الناخبين في التصويت المبكر. دعنا نقرأ في دلالة هذا الرقم ما أهميته، ماذا يمثل من مجمل عدد الناخبين، وإذا قارناه أيضا بالانتخابات الماضية. بالحقيقة عدد الذين من حقهم أن يصوتون في هذه الانتخابات الرئاسية، وأيضا سينتخبون كذلك أعضاء في مجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ، هو 240 مليون في عموم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كم هو العدد الفعلي من هؤلاء سيذهب ويصوت بالفعل قياسا على الانتخابات وعطفا على الانتخابات الأخيرة، واللي كانت هي بالحقيقة أيضا نسب تعتبر قياسية؟ ومن خلال هذه الأرقام يمكن القول أن هذا العام أيضا سنشهد انتخابات من حيث المشاركة انتخابات قياسية، عطفا على الانتخابات السابقة 66.6% من الناخبين الذين كان من حقهم أن يصوتون صوتوا، فبالتالي كان العدد الكلي لمن صوتوا سنة 2020 هو 155 مليون شخص. بالعودة إلى رقم 44 مليون، هذا يعني أنه في هذه اللحظة 27% من الناخبين الأمريكان الذين من المتوقع أن يذهبون للتصويت قد صوتوا بالفعل في المجمل الولايات وحول الولايات ككل في أمريكا ككل. نعم، في الولايات المتأرجحة أيضا لو نعود إلى الأرقام التي ذكرناها منذ قليل عمر، وتحديدا ربما الأبرز ولاية بنسلفانيا، هذه الولاية لديها وزن كبير جدا في توجيه نتائج الانتخابات. كيف نتابع هذه الأرقام، وماذا تمثل أيضا على الأقل في ولايات مثل بنسلفانيا أو أيضا ميشيغان؟ بنسلفانيا في هذا الوقت يبدو أن ترامب يخسر في بنسلفانيا. 60% من ذهبوا للتصويت صوتوا أو كانوا مسجلين كديمقراطيين لدى الجهات الانتخابية والمفوضات الانتخابية، فهذا يعني أن عدد الذين ذهبوا 60% في هذا الوقت يعني أن ترامب خسر بنسلفانيا لديها 19 صوتا في المجمع الانتخابي. كذلك بالعودة إلى ميشيغان تملك 15 أو 15 مقعدا في المجمع الانتخابي. هناك أيضا فوز على ما يبدو. عدد المسجلين كديمقراطيين ذهبوا وصوتوا كان 54%، فبالتالي هذه خسارتين. الولاية الثالثة المهمة أيضا هي ويسكونسن هناك تقدم نوعا ما للديمقراطيين ب 35%، لكن عدد الذين صوتوا من المستقلين يبلغ تقريبا 42%. طيب دعنا نتحدث عن المستقلين، ماذا يمثلون في هذه الانتخابات، وماذا تعني مشاركتهم بنسبة أو بكثافة ربما في هذه الانتخابات؟ ماذا يعني ذلك؟ دعنا بداية نشرح ما المقصود بالجمهوريين الديمقراطيين وأيضا المستقلين في الولايات المتحدة الأمريكية. أي شخص يذهب للتسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية يطلب منه أو يوضع أمام خيارات: هل تود أن تسجل كجمهوري، كديمقراطي، كأيضا أحزاب أخرى، أو كمستقل؟ 35% من الأمريكان الذين بإمكانهم الذين بإمكانهم أن ينتخبون هم مسجلون كمستقلين أو يذهبون لأحزاب أخرى. في الولايات المتحدة نعم هناك الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي، هؤلاء يمثلون البقية من 100% بعد حساب 35% من المستقلين. هناك الحزب الليبرتاريان في الكونستيتيوشنال. طيب بعجالة عمر، يتحدث البعض عن إمكانية أن تكون هناك مفاجأة في نيو هامشير تحديدا. قبل يوم أو يومين بالتحديد هناك موقع محلي في ولاية نيو هامشير أيضا نشر استطلاع للرأي. هذا الموقع محسوب نوعا ما على تيار المحافظين، لكن يبدو أن ترامب متقدم ب4 أعشار. هذا الرقم الذي نشر هذا الموقع هو حقيقة لا يتطابق مع بقية استطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي تذهب إلى أن كامالا متقدمة ب4 نقاط، لكن بالعودة أيضا على نيو هامشير التي ستشهد أيضا انتخابات لاختيار الحاكم، هناك مرشحتين، واحدة للحزب الجمهوري وأخرى للحزب الديمقراطي، ويبدو أن المرشحة الجمهورية متقدمة ب4%. هذا يعطينا دلالة على أنه لربما ستكون نيو هامشير حقيقة، وهي تملك 4 أصوات بالمجمع الانتخابي، ممكن أن تكون المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات. عمر المشهداني الصحفي في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك عمر. ومشاهدي